كل سنه وانت طيبه. ايه ده محمود، انت فاكر عيد ميلادي؟ ودي مناسبه تتنسي برضه يا نانا؟ شايف يا حاج اللي انا شايفاه؟ شايف يا حاج، بس هو ابن عمها يعني مش عادي، يعني يمكن بيقدم لها هديه عشان عيد ميلادها. احلى عيد ميلاد مع احلى محمود. كل سنه وانت اجمل ست في الدنيا. هو عارف ان شوقي عايزها وبيحبها، عشان كده بيعمل الحركات بتاعته دي. ولو شوقي بيحبها ما انا لازم اجوزها له. حد يقدر يتكلم هنا؟ مساء الخير يا شوقي. اهلا يا عم. ايه اهلا يا عم دي؟ اهلا يا عم. يعني ايه اهلا يا عم؟ شكلك ايه؟ مالك يا ابني؟ في ايه؟ هي بتزعل كلمة اهلا دلوقتي يا عمي؟ لا بس بتتقال باسلوب وحش، يعني ايه الاسلوب ده؟ كنت مفكره طبعا ان انا انسى عيد ميلادك، صح؟ مش يعني عشان احساسي بقلبي بيك ان انت عمرك ما بتنساني. على العموم انا ممكن انسى نفسي وما انساش عيد ميلادك يا نانا. معلش يا عم بس. انت زعلان مع ابوك في حاجه؟ لا يا عم مفيش حاجة. محمود ابن عمك في بينك وبينه حاجه؟ قول لي وانا احللها. لا يا عم مفيش أي حاجة. بعد إذنك بس عدى عشان عاوز أنام. عدي. انا بتمنى اليوم اللي احنا نكون فيه مع بعض. مش اكتر مني. صح. حد كلمك في موضوع شوي ده تاني؟ لا وانت دماغك فيها ايه؟ اكيد ما يملاش عيني راجل غيرك وانت عارف ده كويس. يا نانا تعالي، عايزك. ايوه يا عمي جايه. روح شوف يا عم عايز ايه. هرجع لك تاني. ايه يا شوقي؟ إيه يابا؟ انت فين كده؟ أنت عاجبك اللي بيحصل ده بره يابا؟ ايه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ أنت إيه اللي شوف حصل؟ اللي بيحصل يابا؟ في ايه؟ طيب عرفني. يعني أنت عاجبك محمود يابا كده؟ يا عم مالكش دعوه بالحوار ده، انا هخلصهولك. اطلع انت فوق. انور. ايه يا علي؟ استنى يا انور، عايزك. وايه اللي داير بره يا عم انور ده؟ ايه اللي داير بره؟ أخش ياما. خش يا حبيبي تعالى. في ايه يا ابني مالك زهقان كده إيه ليه؟ اللي فيه إيه ياما؟ أنا كل ما أجي أخش البيت ألاقيها واقفة مع محمود. كل ما أجي أخش البيت ألاقيها واقفة مع محمود. انت ما تعرفش ان البيت ده كبير ولا ايه؟ على راسي من فوق، انت اخويا الكبير وعلى راسي من فوق. خير؟ طب ما تهدي ابنك شويه. ماله ابن عمك؟ انت ما تعرفش ان ابني بيحب نانا؟ ايه دخل ابني دلوقتي بابنك اللي بيحب بنت اخوه؟ هو انا القصه دي هنقعد ونعيد فيها انور كتير؟ لا اله الا الله. ما اناش فاهم منك حاجه يا علي. بعد اذنك هدي ابنك من الحوار ده. انت شايف ابني طالع فوق عامل ازاي؟ قصدك ان عشان محمود واقف مع نانا يعني؟ واقف معاه. ابن عمها واقف معاها. إيه ماشي المشكلة ابن يعني؟ عمها بس مش على طول. ما انت شايف ابني. علي انت اخويا الكبير وعلى راسي من فوق، عامل كبير عليا على راسي من فوق، لكن ما تنططش على الواد. كفايه البت اللي امها وابوها من يوم ما ماتوا وانت عامل كبير عليها يا علي. انا عامل كبير عليك وعلى اي حد في البيت ده. انت ما تعرفش ان انا اللي هنا الشورى والاولى هنا ولا ايه؟ بعد اذنك انا مش هطلب منك الطلب ده تاني. هدي ابنك وقول له كده ما ينفعش. خلاص؟ حاضر يا علي. يلا شوف ابنك فين وكلمهولي، عشان كده مش هينفع. توكل على الله. ما تبرجلش نفسك كده ومضايق نفسك، مش عارف تتكلم كلمتين على بعض. لا اله الا طب ما الله. أنتوا عارفين ياما اللي أنا بحبها ياما. ولا انت مش قلت لي؟ قلت لك ياما. وانا قلت لك هجوزها لك. طب هتجوزها لو لي إزاي؟ لفت الدنيا كعب داير كده هي وهو قاعد يقولوا عايزين بعض وبنحب بعض، طالما انا قلت هجوزها لك يبقى هجوزها لك. ازيك يا عم؟ ازيك يا نانا؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ عايزك تهدي الدنيا شويه يا نانا. وانا عملت حاجه يا عمي؟ من غير ما تعملي حاجه، انت فاهمه وانا فاهم. هدي اللعب شويه واهدي عشان اللي في دماغك مش هيحصل. عمي بس انت عارف ان انا بحبه. ما فيش حاجه اسمها يا بابا حب. الحب ده في الكتب وفي الافلام. مفيش حاجه اسمها بحبه. هدي الدنيا. انت عارفه عمك علي هيعمل ايه. ماشي؟ حاضر عليك يا في راسك، عارفه خلاصك. حاضر. روحي. هتجوزها لي بالعافية ياما يعني ينفع؟ يا حبيبي عشنا وشفنا الحب قبل الجواز. لا يا حبيبي الحب بيجي بعد الجواز. طب احنا كده بنبني غلط ياما. مالكش فيه. انت مش نفسك انك تتجوزها وتكمل حياتك معاها؟ أنا مش هقدر أعيش من غيرها ياما. خلاص يا ابني، بارك لنفسك يا حبيبي واعتبر الجوازه ماشي. هي الطول طب أنا هسيب الموضوع ده عليك. ده. انا ابني الله اكبر شوقي على سن ورمح. خلاص ياما، أنا هسيب لك الموضوع دون. وأبويا أنا كده كده شحنت أبويا ونزل ليهم.
لا مالكش دعوه، ابوك معانا، وابوك يعني هيهمه ايه غير مصلحه ابنه. وغير كده انا عايزه اقول لك على حاجه، لو شفتك متضايق تاني قسما بالله انا اللي هزعل منك. يا عم يا نانا، امال اللي انا شايفه على حمام السباحه ده؟ ايه اللي حضرتك شايفه يا عم؟ شايفك ان محمود كان واقف معاك وبيديكي دهب ايه ده؟ افتكرني يا عم وجاب لي هديه عيد ميلادي. عيد ميلادك؟ انت ما تعرفيش ان شوقي ابن عمك بيحبك؟ لا عارفه يا عم، وانا ما بحبش. ولما انت عارفه ازاي ما بتحبوش؟ قلت لك الموضوع خلصان. يعني هتجوزها ياما؟ يا واد عايز تجيب الشبكه جيبها. طب انا هنزل اجيب الشبكه. جيب اللي انت عايز. معاكي فلوس؟ معايا اللي نفسك فيه واللي تحلم بيه. خلاص ماشي ياما، انا هخش اغير. خش يا حبيبي. يا محمود ايوه واقف هنا ليه؟ عادي، انا بشم شويه هوا. بتشم شويه هوا؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه صغيره كده، وعايزك تفهم كلامي كويس واستوعب كل كلمه بقولها لك يا محمود. اتفضل يابا. انت عارف يوم ما جدك مات الله يرحمه، الله يرحمه. كنت موجود انا وعمك علي ربنا يديله الصحه طول العمر، وعمك سيد الله يرحمه، وابو نانا الله يرحمه. كان هما الاثنين الكبار بتوعي، وانا عيل صغير كده. انا ابويا ميت، كنت في العزا، انا ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه. لان انا مين يقول حب ومش حب؟ حضرتك عارف ان انا بحب محمود يا عم. وانت عارفه ان امك وابوك ميتين ومحدش ليه كلمه هنا غيري، صح؟ ولا عمك انور ولا ابنه ليه كلمه هنا. على دماغي. انا هنا اللي اقول روح وتعالى. خلاص؟ وشبكتك على شوق ابن عمك بعد بكره. يا عمي مفيش عمي، خلاص الكلام خلص، توكل على الله. هما اللي كانوا متحكمين في كل حاجه فيا، هما اللي ربوني معنى اصح. فانا يا ابني لا بعرف اروح ولا اجي من غير عمك علي. الامر امره والشورى شورته. واحنا هنفضل بقى طول العمر. ما يا ابني ما تقاطعنيش، انا عايز بس افهمك انا بس حاجة. يابا عايز اقول لك، واحنا هنفضل طول العمر في طوعه. قصدك ايه؟ قصدي ان احنا لازم نمشي من هنا. امشي من هنا واخلف وصيه جدك ووصيه عمك سيد الله يرحمه؟ يا دي وصيه جدي يابا. يعني ايه دي وصيه جدك؟ يعني لو سبت لك وصيه محمود ومت تاني يوم هتسيب البيت وتمشي؟ من الاخر يابا، انا شفت عمي واقف معاك دلوقتي، انا عايز اعرف كان بيقول لك ايه. من الاخر انا مش عارف اقولها لك ازاي. لا قول يابا، قول، ما انا متعود منك. بص يا محمود، متعود منك ايه؟ ان انا مش ليك. اهلا. عامله ايه مرت عمي؟ اهلا بعروسه ابني اللي منوره الدنيا. مالك؟ سلامتك يا مرت عمي. يلا بقى شوفي طلباتك عشان ننزل نجيبها ونحضر للفرح. انا كنت عارف يابا ان انت بتقول لي كده. صعب عليا اقول لك الكلام ده يا ابني، صعب عليا اقول لك الكلام ده. انا مش عايز اكسر بقلبك واكسر بخاطرك، بس انت عارف هي ان انا مش ليك. بحبها وهي يا ابني بتحبني. الحب ده كلام فاضي، كلام فاضي يا ابني. شوقي دوت هو واهله ما عندهمش دم. واحد بيحب واحده، انت ايش دخلك؟ مالك بينا يا عم؟ غيران ليه؟ ايه الحقد ده والغل ده؟ خلصت كلامك يا محمود؟ ده كله امه بتكرهني. عارف ليه؟ بس انا هقول لك عارف ليه. انا اتولدت يتيم، انا ما شفتش امي. انا يصعب عليا يا ابني، يصعب عليا الكلام ده يا محمود. انا مش عايزك تبقى مكسور، انا عايزك تبقى واقف على حيلك كده، شادد حيلك يا ابني. مش نانا اللي هتكسرك، مش بنت عمك اللي هتكسرك، بنت عمك اعتبرها اختك. ما تركزش معاها ان هي انت بتحبه والكلام ده، حبها حب اختك. حتى الحاجه الوحيده اللي حبيتها عايزين تضيعوها مني. يا ابني ما تتعبش قلبي معاك يا ابني، ما تتعبنيش معاك. انت عايز ايه يابا؟ عايزك ترضى بالنصيب. الجواز اسمه نصيب، وعايزك ترضى باللي ربنا كاتبه لك. نانا مش ليك، انا بقول لك، انا ابوك وادرى. هي مش ليك، برضاك غصب عنك، برضا عمك علي غصب عني. هي مش ليك. انا ما اقدرش اكسر كلمه لاخويا. انت لو ترضى ان ابوك يتكسر، لو ترضى ان اخوك يفرق ابوك يفرق اخوه، شوق اخوك هو ابن عمك بس اعتبره اخوك، افرح لاخوك. حيظك يابا. هو مين اللي خد القرار يا مرت عمي؟ احنا خدنا القرار، عندك مانع؟
بعدين يا حبيبتي اوعي تنسي ان بعد موت ابوك وامك الله يرحمهم انا اللي كنت بقلعك وبشطفك وبغسلك. ما طمرش فيك التربيه ولا ايه؟ لا بشكرك يا مرات عمي على تربيتك ليا، وان انت في مقام امي طبعا وعلى دماغي من فوق. بس طبعا يعني انت لو انت امي فعلا مش عارفه ان انا بحب محمود استكتري قلبي. وانتي بنتي وانا ناقلك الاصلح ومصلحتك مع ابني شوقي اللي هيستتك ويهننك ويجيب لك كل اللي نفسك فيه. وبعدين يا حبيبتي انا قلت لك ايه؟ كلمتين في راسك تعرفي خلاصك. شوفي انت عايزه تودي نفسك على فين، وعامة الكلام منهي في الموضوع. يلا يا حبيبتي روحي حضري نفسك عشان الفرح. تعرفي تزغرطي؟ عن اذنك يا مرات عمي عشان عايزه ارتاح. يلا يا حبيبتي روحي. ازيك يا عم؟ ازيك يا محمود؟ عايزك يا محمود. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا عم، زي ما انت شايف. شايفك واقف معانا على حمام السباحه وبتديها دهب، ده بايه؟ عشان النهارده كان عيد ميلادها، حبيت اقول لها كل سنه وانت طيب. لا فيك الخير يا محمود. انت ما تعرفش ان نانا ديت هي وشوقي بيحبوا بعض؟ ممكن شوقي اللي يكون بيحبها، انما الاتنين بيحبوا بعض. انا ما اظنش حاجه زي كده يا عم. مين قال لك كده؟ انا اللي بقول لك كده يا عم. انت اللي بتقول كده؟ انت ما تعرفش تقول كده، لان انا هنا الاولى والكبيره والصغيره انا اللي اقولها. أنا عارف خلاص؟ الكلام ده يا عم. طب ولما انت عارف ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت عايز ده ابن عمك وخلاص؟ لا ده هو اللي عايز يضايقني وخلاص، وهو يخلق مشكله في البيت، وهو عارف ان احنا الاتنين يا عم بنحب بعض. بس اقول لك على حاجه، سيبك من بنحب بعض دي، عشان اسمع ان الكلمه دي عيب في البيت ده. كلمه ايه بقى اللي عيب؟ كلمه حب. كلمه حب؟ والله انا اللي انا عرفته هنا في ظلم وفي كسرة نفس. تعالى يا بشو، مش قلت لك انا وابوك يا واد نتمنى نعمل لك اللي نفسك فيه؟ خير ياما فيه؟ شبكتك على بنت عمك بعد بكره. بعد بكره؟ بعد بكره. ازاي ياما وانا ما جبتش دهب ياما؟ ده انا سختي ماليه البيت كله. خد نص كيلو من دهبي واخطب بيه. نص كيلو ياما؟ انت بتهرجي ياما انت كل دون عشان بحب البت تقول له نص كيلو؟ هو انا عندي عز منك ما ياخد دهبي ويخطب بيه ويتجوز بيه؟ والله ده انتوا بقى عملت معاه الصح ياما. ما كنتش هعمل مع ابني الصح، هعمل مع مين؟ اتبسط يا ابني وافرح واعمل ليله كبيره اللي نفسك فيها، وانزل ووضب نفسك كده وشوف بدلتك وحاجتك والحلويات بقى، وبص ظبط نفسك على الاخر. وفي ناس هنا مالهاش رأي. تعرفهم انت ولا ما تعرفهمش؟ ده انا عايش معاهم. عايش معاهم؟ زي مين يعني؟ زي انا وابويا كده يا عمي. طيب ما كويس يا عم ان انت عارف ان انت وابوك هنا في البيت مالكوش رأي، والكلمة كلمتي. واحب اقول لك لحد امتى بقى يا عم في المواضيع دي احنا؟ لا على طول، طالما انت عايش في البيت ده يبقى انت وابوك مالكوش رأي هنا. يعني هو شوقي ما هوش عارف ان انا بحب نانا؟ وحتى لو يعرف محدش هيتجوز نانا غير ابني. خلاص؟ وعايز اعزمك بعد بكره ان شاء الله شبكة نانا على شوق ابني. خلاص؟ زي ما سمعت. وما تنساش تعدي عليا بكره من غير. ده امتى تبقى شبكة نانا على شوقي؟ بعد بكره. وهي عارفة الكلام ده؟ ولو مش عارفه، وهي لو مش عارفه، كفايه ان انت عرفت عشان تبلغها. ماشي يا عم. اسمع، وبكره تجيني عشان تشوف بتاع الفراشه. ماشي يا عم. خلاص؟ لا وانا هحاول الاقي دماغها بص ياما. بص مين جاي علينا. اهدي شويه عشان نعزمه. اهدي يا محمود. محمود. ازيك يا مرات عمي؟ ازيك يا حبيب مرات عمك؟ ايه يا عم مفيش الف مبروك ولا ايه؟ الف مبروك. نسيت اقول لك ابن عمك خطب بنت عمك. نانا؟ نانا. هو ابوك عزمني قبلها. وانت محتاج عزومه؟ لا انا افرح له من كل قلبي. طبعا ده انتوا اخوات. وبعدين ما تنساش بقى هتجيب له طبعا البدله على حسابك هديه. بلاش ياما نحط عليه ياما. بدلة ايه ياما؟ انا هجيب البدله ياما. ونحط عليه ليه؟ اسكتي ياما انت. ده يوم فرحه كده انا اللي انزل اجيب له البدله على حساب والشبكه كمان على حساب. لو هو اخويا لازم افرح له. طبعا ما كنتش تفرح ليه هتفرح لمين؟ وبقول لك ايه، انا عايزاك كده تاخد بالك كده وتبقى تلبس يعني هدوم حلوه كده وانت في الشبكه بتاعت شوقي. محمود طول عمره شيك ياما. انا عناية ليه يا مرات عمي؟
تسلم عينك يا حبيب مرات عم. بعد بكره بقى محمود. مش ناوي تخطب بقى؟ سنك كبر. ما خلاص ياما. ان شاء الله يا مرات عمي. لو عوزت حاجه اشوي اخويا وبعرفني. كتر خيرك يا محمود. فرحه باينه في عينك حبيبي. ماليش غير شوي ان انا افرح له. طبعا. الف اخوات. الله يبارك فيك يا محمود. والنبي يا محمود ابقى عدي على محل الحلويات اللي على الشارع، هات لنا منه حلويات الشبكه. وانت طول عمرك لسانك كده. بقول لك ايه، ده واد سكع عامل زي امه الله يرحمه، ما كنتش بقبلها بس يلا. اما اطلعي يلا قدامي، اطلعي يلا. شوف الواد. اطلعي يلا. يا واد هتعمل عليا فيها. بقول لك ايه، قولي. قعدي قدامي كده ها، عشان انا كان نفسي اعملها من زمان. هتعمل ايه؟ محمود خير، في حاجه ولا ايه؟ مش انت قلت لي اول ما تحس ان الدنيا كلها جايه عليك تعالى لي؟ طبعا أنا اول ما واحد تحس كده ان عليك. انت مكسور تعالى لي. مش انا المفروض يابا ان انا استقوى بيك؟ طبعا تستوعب ايه. وبعدين الدم اللي في عينيك ده محمود، انا اول مره اشوفك كده قدامنا. مفيش يابا. انت انا يا محمود اول مره احس ان انا ضعيف. ضعيف. اول مره مبقاش عارف ابص في المرايه واحس ان في حاجه ضايعه مني، حتى الحاجه اللي حبيتها. يا ابني انا عمري ما شفتك حزين كده. ما تقلقنيش عليك اكتر من كده يا محمود. وبعدين انت مش ضعيف، انت قوي بابوك يا ابني. حتى ابويا ذات نفسه مش عارف يجيب لي الحاجه اللي بحبها زي اي واحد. كلامك بيكسرني يا محمود. لا يابا، معاش اللي بيكسرك، ده انا بستقوى بيك يا راجل. عمي عزمني على شبكة نانا امتى؟ بعد بكرة، ومرات عمي سلام كمان. يعني. ومرات عمي كمان عزمتني انا عمك. وقالت الحمد لله. قالت لي عايزين نفرح بيك عشان انت سنك كبر. يا ابني انا حاسس ان انا عاجز، ان انا مش قادر اعمل لك حاجه. انا جيت على نفسي وجيت على الدنيا كلها، ما حبيتش غير دي. حتى دي عايزين تاخدوها مني. انا مش لاقي كلام اقوله لك يا محمود، لا ومش عارف اقول لك ايه. انا خذلتك يا ابني. لا، انا عايزك تروح لعمي. سيبك من نانا وسيبك من شوقي وسيبك مني انا ذات نفسي وسيبك من كسرتي. انا عايزك تقول له ليه يعمل معايا كده، حتى لو هو مش بيحبك. انا ذنبي ايه؟ هي ذنبها ايه؟ انت تعبتني يا محمود. صدق وتأمن بالله، انا حاسس ان انا عجزت لاني مش قادر اعمل لك حاجه يا ابني. بس عشان على عمك لازم له وقفه، وانا عارف انا هتصرف معاه ازاي. هو كبير والعين ما تقلاش على حاجه، بس كله الا انت يا محمود، كله الا انت يا ابني. يا نانا، انا على البحر، تعالي. انت عارف بقى انا مش فاضي الايام دي عشان شبكة ابن بكره على بنت عمه. عقبال عندك ان شاء الله. لو عرفت تيجي تشرفنا شويه يبقى تعالى. ماشي، مع الف سلامه. ازيك يا انور؟ ازيك يا علي؟ عامل ايه؟ نفذت اللي في دماغك؟ انت عملت اللي انا قلت لك عليه ولا ما عملتش؟ عملت طبعا، كسرت بخاطره وكسرت نفسه عشان انت تستريح. لما تكون قاعد بتتكلم معايا توطي صوتك. أنا خلاص؟ وطي صوتي.
أنا انت مش ليه عارف. بتكرهه؟ انا ما بكرهوش على فكره، بس انت تعرف كويس ان ابني بيحب بنت عمه نانا، صح؟ ايه اللي ابنك بيعمله ده بقى؟ هسميه ايه؟ تخيل كده يا علي، لو انت الصغير وانا الكبير يا انور انا ما اتخيلش. وكسرت بخاطر ابنك، هيبقى موقفك عامل ازاي؟ لما تبقى انت الكبير بتخيل براحتك، اه لما بالك كبير. لما تبقى الكبير يبقى انت تخيل براحتك زي ما انت عايز. رنيت عليا ليه؟ عشان اشوفك ونشوف حل في اللي احنا فيه ده. واللي احنا فيه ده واللي وصلنا له كان مين السبب؟ مرات عمك. انا عن نفسي قلت لعم ذات نفسه ان انا بحبك. قلت للدنيا كلها ان انا بحبك. انت بتحبنيش، عارفه انت لو بتحبني كنت على الاقل هتقفي قدامهم هتقولي مش موافقه، هتقولي لو اخر واحد في الدنيا انا مش هتجوزه. انما انت ما عملتيش اي حاجه من الحاجات دي. انا قلت لهم كلهم يا محمود. ممكن اسالك سؤال واحد؟ اتفضل. انت ليه سبتيني؟ انما انا هنا اللي اقوله يتنفذ، الكبيره والصغيره انا اللي اقولها. سمعا وطاعا طبعا. انت تعرف ان الشبكه كانت بعد بكره ولا ما تعرفش؟ محمود قال لي. طيب الشبكه بكره مش بعد بكره، وتشرفنا ان شاء الله وتحضر شبكه ابني انت وابنك. خلاص؟ كلام مش عاجبك؟ عاجبك ولا مش عاجبك الكلام؟ ماشي يا علي. توكل على الله. وهبقى معاك لاخر لحظه في عمري، ولو اضطر الامر ان اقف قدامهم كلهم واحد واحد هعمل ده. بكره تخبي وتتجوزي وتخلفي وهتنسيني. مش هيحصل. انا عايز الخص الموضوع ده كله في كلمتين: الف مبروك عروسه. نعم. الف مبروك يا عروسه. مش هيحصل بقولك. انا عمري ما حبيت ولا هحب غيرك. وحط ايدي في ايدك وتعالى نمشي من البيت ده ونعمل المستحيل ونبدأها من الصفر مع بعض. مش انا اللي احط اهلي واهلك في راسهم في الطين. انت مش واحده من الشارع، انت بنت عمي، يعني اللي يعرك يعرني. انا اللي هحط راس الناس دي في الطين بايدي؟ مش هينفع. طب خليك في ظهري يا محمود، ما تسيبنيش. انا لوحدي وضعيفه بعد امي وابويا، وانت بعزيهم سند ليا. خليك جنبي. احكي على النصيب، اللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. على فكره هبقى مبسوط ان انت هتبقى اجمل عروسه في الدنيا. كل شيء اسمه نصيب، وعايزك تحكي عن النصيب، ودي حاجه ما نقدرش نتدخل فيها لان انا ولا انتي. ما تقولش الكلام ده تاني بعد اذنك. هو ده الواقع، هو ده الوضع اللي احنا هنعيشه. انت هتبقى مبسوط لما تشوفني مع حد غيرك؟ يو يا نانا، كفايه بقى هدة حيل. كنتش اتوقع يا انور ان انت تيجي اول واحد انت وابنك. مبروك يا علي. الف مبروك. مبروك يا شوقي. الله يبارك فيك يا عم. مش هتبارك لابن عمك يا محمود ولا ايه؟ أبارك له. بقى البسيه بقى براحتك، تعملي فيه اللي انت عاوزه تعمليه. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. بقول لك يا محمود، الف عايزك مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك يا عمي. عايزك تروح تشد حيلك كده وقف على رجليك وسلم خدي على ابن لبسيه. عمك كله مبروك. ايوه كده يا عم انور، عقل ابنك. لا ما تقلقش يا عمي، ابنه عاقل. انا عارف ان انت عاقل. ما هو انا لو مش عاقل يا عم ما كناش وصلنا للحظه دي. مش وصلنا للحظه دي. اه. الف مبروك اخويا. الله يبارك فيك يا محمود، عقبالك يا محمود. وبعدين يا عمي شوق اخويا ونانا اختي ومرات اخويا. الف مبروك عروسه. عقبالك يا محمود. لا عقبالي دي سيبها شويه. اتمنى ان انا اشوفك احسن عروسه في الدنيا، ويا رب يديني العمر واشوفك وانت لابسه الفستان الابيض. يا رب اديني العمر انا واشوفك وانت عريسه في الكوشه. اهم من ده كله يا انور، انا بقول بالمناسبه بقى كده واحنا موجودين نروح نكتب الكتاب. ايه رايك؟ نكتب الكتاب؟ نكتب الكتاب بالمره. ازاي يابا؟ خير البر عاجله. ليه وإيه مستني إزاي؟ شقه
ولا مستني دهب؟ الدهب اهو نص كيلو، عمرها ما كانت هتحلم بيه ولا حد كان عمره هيجيبهولك. ابني جابهولك. في كلام بعد كلامي؟ مفيش كلام بعد كلامك يابا. خلاص اللي اقول عليه اسمع. لا بس بنت عمي واختي تستاهل كنوز الدنيا كلها. معلش انت عارف برضو اليومين دول يعني انا لو مش مدكنه عليهم من بدري عمري ما كنت هفرحهم الفرحه دي. ولا انت شايف ايه يا حوده؟ اللي شوي يأثر فيه انا كمله يا اخويا. سداد يا محمود. لما ابوه يموت، لما ابوه يموت، طالما ابوه على وش الدنيا ما يشيلش هم اي شيء. زي بالظبط، طول ما ابويا على وش الدنيا انا قد الدنيا يا عمي. يا عم ربنا يديك طولة العمر ويخلي لك ابوك. طب يلا بقى عشان تلحقوا المأذون. يلا. والنبي بقى الجاتو والحاجه اللي جوه تشرف عليها، انا سايبه المهمه دي ليك انت اخوه. في عيني يا مرات عمي. تسلم عينك يا حبيب مرات عمي. يلا استاذنك يا انور. يلا. مش عارفه زغرة زوري وجعني. عقبال ابنك يا انور في حياتك يا اخوي. يا محمود ايه يابا؟ مالك كده مش عاجبني؟ لا ابدا يابا والله عادي يعني، انا حبيت افرح لهم من كل قلبي. خلاص يابا، شو اخويا. بس عمك ومرات عمك كلامهم ملوش لازمة. احكي عن نصيب، واللي عايزه ربنا هيكون. بس ان انا من النهارده بقت اختي وما باليد حيله يابا. ده عين العقل يا محمود، ربنا يكملك بعقلك يا ابني. وربنا يتمم لهم على خير. انا خلاص كده مش هينفع اقعد في البيت النهارده، لازم اطلع غير جو. بس انت ما ينفعش تسيب اخوك، وربنا يتمم لها على خير.